باقي العجينة نعمل فيها فطيرة زي البانكيك. السلام عليكم ويا مرحبا في وصفة. اليوم وصفتنا حتكون من شرق آسيا، هي بالموز وأنا هعملها كمان بالجبنة. هي عبارة يا لقيمات أو مطبق أو سمبوسة، فخلونا نشوف الوصفة مع بعض. على وصفتنا، هذه مقاديرنا: دقيق كوبايتين من هذا، أنا حطيت واحدة وهذه واحدة، وحبتين بيض، وموز مستوي بس مو لين مرة، وجبنة بلدي، وسكر كاسة ونص من هذا المقاس تبع كاسات بادريق، ملعقتين 4 ملاعق حلى 4 ملاعق حليب بودرة، ملعقتين حلى بيكنج بودر، وملعقة حلى ملح. هذه هي كلها خلطها مع بعض، وبعدين أقسم للموز الحال وللجبنة الوحدة. أحط المكونات الناشفة: الملح، حليب البودرة، والبيكنج بودر، والسكر، وباقي الدقيق. فهذه أخلطها مع بعض، وبعدين أضيف الموية بالتدريج. الآن هحط البيض بس أنا عشان أشيل في قشرة على الصفار، هذه أبغى أشيلها. يقولوا هذه اللي هي تطلع الزفرة تبع البيض، هذه هي. والثانية بس هي نضيفها على الدقيق. بسم الله. ونضيف الموية. هي الخليط حيكون زي اللقيمات أو البانكيك. نحرك الخليط، لازم يكون ناعم جدا. شايفين هذه العجينة القوام اللي احنا نبغاه. فأنا حقسم نصها أخليها للجبنة عشان ما تطلع ريحة الموز، لأنه الآن هحط الموز فيها. هذا طريقة الموز تقطيعه. ونحطه في الخليط. خلاص غلقنا من الموز، فهقلبه شوية، ما نحركه عشان ما يتكسر الموز معنا. فبعد كده ناخدها كده قطعة بالموز وننزلها في الزيت. وبالنسبة للجبنة ننزلها هنا ونقلبها كلهم يرتاحوا 10 دقائق قبل ما أجهز الزيت. أشيلها كده بسم الله وأنزلها وأسحب الملعقة على مهلي لين أحس إن الموزة كلها والعجينة نزلت. لازم نغلف الموزة كلها بالخليط. أبشركم ما شاء الله هذه الجبنة زبطت، كانت تجربة والحمد لله طلعت ناجحة. فأنا نزلت المجموعة هذه، إن شاء الله تقدروا تسووها. انتوا شفتوها كيف في التقديم. وهذه كانت وصفتي لكم اليوم. وفي الختام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ولا تنسوني من خالص دعاكم والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكرا لمتابعتكم، أراكم في وصفات قادمة. مع السلامة.